حزنت عليك والله، تأثرت ليك لحظة أبكي. جه ميعادنا النهارده مع روشته جديده هقولها لك، مش خرافه، هنصححها لك. مين فينا مش بياخد فيتامينات؟ ومن اهميتها الكبيره في حياتنا قلت لك اهم الفيتامينات وايه الاكلات او المشروبات اللي تقدر تعوضها بيها. ولو انت بقى من الناس دايما بتعتمد على ادويه فيتامين، يبقى تعالى اقول لك افضل وقت تاخد فيه كل فيتامين امتى، وكمان عشان يبقى معاك روشته كامله متكامله. ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. فيتامين دي او اللي بنسميه فيتامين د، احسن وقت تاخد فيه فيتامين د الصبح بعد الفطار، لانك لو اخدته بالليل هيسبب لك ارق ومش هتعرف تنام. طيب فيتامين بي وفيتامين سي من الفيتامينات اللي تقدر تاخدهم على معده فاضيه، لان جسمك مش محتاج انه يخزنهم، وجزء كبير منهم بيخرج من الجسم مع العرق او البول. ولكن خلي بالك اوعى تاخد فيتامين بي مهما كان نوعه قبل النوم، لانه برضه هيسبب لك مشاكل في النوم. كمان خلي بالك وانت بتاخد اي فيتامين انك تشرب بعده قهوه او شاي او اي ماده فيها كافيين، لان الكافيين ده كفيل انه يمنع جسمك من انه يستفاد من اي فيتامين. الحمام. وكمان لو بتاخد اكتر من فيتامين خلي دايما مسافه بين كل واحد والتاني، علشان جسمك يقدر انه يمتص كل نوع ويستفاد منه. نيجي بقى للمعادن او اللي بيسموها المكملات الغذائيه، زي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. لو بتاخد حديد يبقى يفضل جدا انك تاخده على معده فاضيه الصبح، علشان تضمن ان جسمك يمتصه كويس جدا. ولكن لو معدتك حساسه تقدر تاخد معاه عصير ليمون، عشان الليمون بيسرع من امتصاص الحديد في الجسم. كمان الحديد ما بيحبش اي حاجه من منتجات الالبان بعده، لانها مش هتخلي جسمك يمتص. طيب لو بتاخد كالسيوم يبقى افضل وقت تاخد فيه الكالسيوم ده مع وجبه العشاء. ولو بتاخد بقى مغنيسيوم يبقى حلو جدا لو انت خدته قبل النوم، بس لازم تكون قبلها واكل كويس، لان المغنيسيوم ده بيهدي الجهاز العصبي، وكمان بيساعدك انك تنام بسرعه. يا ستار يا رب. نيجي بقى للفيتامين اللي هو اوميجا 3، وده بيفضل انك تاخده بين وجبه الغداء والعشاء. المهم قبلها تكون واكل كويس، لان النوع ده من الفيتامينات لو خدته على معده فاضيه ممكن يعمل لك عسر هضم ومشاكل كبيره في المعده انت في غنى عنها. لو انت من الناس اللي بتاخد مالتي فيتامينز، ودي بيبقى جامع اكتر من فيتامين في فيتامين واحد، وده في افضل وقت تاخدهم فيه بعد الفطار، علشان تقدر كده تصحصح. اخر حاجه هقولها لك ان اي فيتامين ليه اعراض جانبيه لازم تقراها كويس، وكمان تستشير دكتور متخصص، عشان لو بتعاني من اي مرض هو يقدر يفيدك. وبس كده خلصت روشتتك. استنونا في حلقات جايه كتيره، وسلام عليكم.